بيكو ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا النهارده مهمه جدا، هنتكلم فيها عن الكريدت كارد. فكرتها ايه؟ بستخدمها ازاي؟ ايه موضوع المشاكل اللي الناس بتقول عليها فيها؟ ازاي اتجنبها؟ طيب ازاي اقدر استفيد منها باقدر استفاده؟ طيب بتتحدد ازاي؟ البنك بيديني الليميت او الفلوس اللي فيها ازاي؟ كل ده هنعرفه مع بعض في حلقتنا النهارده. يلا بينا. الكريدت كارد هي بطاقة مشتريات، او بالعربي كده ترجمتها الحرفية بطاقة ائتمان. يعني البنك بيديلك فلوس زيها زي الكارد بالظبط. طيب الكريدت كارد مبدئيا احنا قلنا ان هي بطاقة مشتريات، انت بتاخدها البنك بيديلك ليميت عليها تستخدمها بيه. نفترض مثلا ان انت مثلا راتبك 10,000، مش واخد اي حاجة من اي بنك، فالبنك ممكن مثلا يديلك الليميت بتاعها 15,000 20,000 على حسب كل بنك، ودي بتفرق من بنك لبنك. لو افترضت مثلا ان انت راتبك 10,000. طيب ايه الحاجات اللي بتحدد الليميت او المبلغ اللي البنك هيديهولي في الفيزا بتاعة المشتريات؟ اولا السالري بتاعك او الراتب بتاعك يفرق كتير جدا في تحديد الراتب. يعني مثلا ما ينفعش يبقى انت السالري بتاعك 5,000 وانا ادي لك فيزا مشتريات ب 50,000. الحاجة التانية حاجة اسمها الدي بي ار، اللي هو الديت بيردن ريشيو، اللي هو العبء المالي. احنا عندنا في قانون البنك المركزي بيقول لك ان مفيش اي شخص المفروض ان الاعباء بتاعته الماليه تزيد عن 50% من راتبه. بفرض نرجع تاني لمثالنا، الموظف اللي بياخد 10,000. الموظف اللي بياخد 10,000 ده المفروض ان اعبائه الماليه ما تزيدش عن 5,000 باي حال من الاحوال. فده برضو بيفرق معاك. فليميت البطاقة او المبلغ اللي هيديهولك البنك على الفيزا بتاعتك بيختلف باختلاف ايه انت لو واخد فيز من بنوك تانية، لو عندك قروض مع بنوك تانية، لو في اي حاجة او اي دين موجود عليك، قروض عقارية بتسدد اي حاجة ليها مديونية لفترة كبيرة، دي هتفرق معاك في الليميت بتاع الكريدت كارد. طيب خلينا نقول حاجة تانية. احنا خلاص خدنا الكريدت كارد مثلا، ونفترض ان الليميت بتاعها مثلا برضو هو ال10,000. اوكي. طيب الكريدت كارد عموما بتدي لك فترة سماح، وهي دي الميزة اللي موجودة فيها، بالاضافة طبعا لبعض الاوفرز التانية اللي موجودة في بعض البنوك، زي ان انت تقسط بدون فوائد من بعض الاماكن، وبعض البوينتس او النقاط اللي بتجيلك. في كمان بعض المميزات بتكون متاحة لبعض العملاء، بس دي البطاقات اللي غالية شوية او اللي بتحتاج رواتب تكون عالية شوية. الحقيقة انت علشان تاخد الكريدت كارد قدامك حاجتين. هي لو انت موظف فغالبا يعني البنك بيطلب منك شهادة تحويل راتب، واغلب البنوك عادة البنك اللي انت بتتعامل معاه هو نفس البنك اللي بيستقبل الراتب بتاعك، بيقدر يفتح لك كريدت كارد بناء على الراتب بتاعك وبناء على تحويل الراتب بتاعك. طيب انت شغال عمل حر ومفيش عندك راتب بيتحول، ومحتاج كريدت كارد، في الحالة دي لازم تربط شهادة او تعمل وديعة معينة بقيمة الكريدت اللي انت محتاجها، والبنك بيديلك قيمة منها او نسبة منها. يعني مثلا انت محتاج كريدت كارد ب10,000، البنك ممكن يقول لك انا علشان اديلك كريدت كارد ب10,000 لازم تربط لي وديعة مثلا ب12,000، وانا هديلك الكريدت بقيمة 10,000 او فيزة المشتريات بقيمة 10,000. فانت هنا خلاص بتاخد مبلغ 12,000 تجمده جوه البنك، بيتجمد مش هتقدر تيجي جنبه، وهو بيطلع لك كريدت كارد بالمبلغ ده. عشان تبقوا فاهمين ال2000 دول البنك بيأمن نفسه فيهم، في ان انت ممكن مثلا تستخدمها بال10,000 وما تقدرش تسدد، وبالتالي هو يقدر يسحب من ال12,000 قيمة الفوائد او قيمة ال2000 جنيه الفرق الزيادة اللي احنا اتكلمنا عليهم، قيمة الفوائد اللي انت ما قدرتش تسددها. ده عشان تبقى فاهم الفكرة ايه من وراء ان البنك بيديلك 90% مثلا من قيمة وديعة انت حاططها. طيب احنا خلاص جبنا الكريدت كارد وبقت معانا. طيب استخدمها ازاي بحيث ما يحصليش مشكلة وانا بستخدمها؟ رقم واحد، انت في حاجة اسمها كشف حساب بيطلع للبطاقة، اعتبرها زي الفاتورة كده بالظبط، والفاتورة دي بيكون ليها ميعاد سداد معين. اغلب الكريدت كاردز بيكون الفترة ما بين صدور كشف الحساب لفترة السداد بتكون 25 يوم. فانت خلال الفترة دي بتقدر تدفع فيها بتبقى مطلوب منك ان انت تدفع فيها الفاتورة دي، ومش هينزل عليك اي فوائد تماما من البنك، مش هينزل عليك اي جنيه فوائد من
البنك. طيب في طريقة تانية الناس بتستخدمها شوية في الكريدت كارد، بس لازم تبقى فاهمها كويس جدا. لو مش فاهمها ما تحاولش تعملها علشان ممكن تبوظ منك وتدخل في فوائد كتيرة جدا. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي خلينا نفترض مثلا ان انت الكريدت كارد بتاعتك كشف الحساب بتاعها بيصدر يوم 1 من كل شهر. يعني يوم 1 كل شهر بيطلع لك الفاتورة، يوم 25 المفروض ان انت تدفع الفاتورة اللي طلعت لك دي. النهاردة انت احنا النهاردة مثلا يوم مثلا 10 مايو، وانا عندي كشف الحساب لسه هيطلع يوم 1. لو انا عملت مشتريات النهاردة، المشتريات اللي انا عاملها النهاردة دي هبقى مطالب بسدادها امتى؟ قبل 25. مثلا النهاردة احنا 10 مايو 10 مايو 2023. بفرض مثلا ان انا عملت المعاملة النهاردة، هبقى مطلوب مني ان انا اسددها امتى؟ هنقول ان احنا هنبقى مطلوب نسددها قبل يوم 25/6/23. ليه؟ لان انا مش ببقى مطالب ان انا ادفع المبلغ ده غير لما بيطلع في كشف حساب، وكشف الحساب ليه تاريخ معين وهو تاريخ 1 من كل شهر، وبالتالي انا مضطر انتظر ليوم 1 من كل شهر علشان الاقي كشف الحساب صدر واقدر ادفع بناء عليه. وهنا تيجي الفكرة اللي انا بقول لكم عليها. النهاردة انت عندك الكشف لو بيطلع يوم 1، فانت عملت المعاملة يوم 10، فانت كده استفدت تقريبا بحوالي 20 يوم كمان قبل كشف الحساب ما يصدر. 20 يوم و25 يوم، يعني احنا بنتكلم في 45 يوم تقريبا ممكن يكونوا مرتبين خلال الفترة دي، ممكن يكون نزل لك فيها مرتبين. من هنا بتيجي الفكرة ان انت لو حاجة فعلا محتاج تشتريها على مرتبين بس، بتعمل الفكرة دي. بتيجي في تاريخ كشف الحساب اللي هو يوم 1 اللي احنا قلناه، تاني يوم على طول يوم 2 اعمل المشتريات. ليه بنقول يوم 2 اعمل تاني يوم على طول من كشف حساب اعمل مشتريات؟ لان انت المعاملة اللي هتعملها بعد صدور كشف الحساب هتنتظر علشان تدفعها شهر كامل، وبعد الشهر ده كمان هتعد 25 يوم. يعني انت بتتكلم تقريبا في حسبة ال 55 يوم اللي انت بتسمعها دايما من اغلب بتوع السيلز لما بتيجي تاخد بطاقة ائتمان. انا مش عايز الحقيقة اطول فيديو اكتر من كده. ده الجزء الاول. الجزء التاني انا هكلمك فيه احنا كده فهمنا ازاي نقدر نسدد بطاقة الائتمان وسدادها بيتم ازاي وقصتها بتتم ازاي. في الفيديو التاني هنشوف شوية سيناريوهات او الاسئلة اللي ممكن تكون يعني جت في ذهنك وانت بتتفرج على الفيديو. طيب انا لو ما سددتش، لو سحبت منها كاش، لو عايز اقسط منها، طب ايه مميزاتها تانية؟ طب هتفيدني في ايه؟ ده ان شاء الله الحلقة اللي جاية. تابعونا وما تنسوش تشتركوا في القناة للفيديوهات اللي جاية. شكرا لكم.